الواد اتخطف ولقوه من غير كبد ولا طحال ولا بنكرياس. هي دي تجارة أعضاء؟ تعالوا نتكلم في الموضوع من وجهة نظر طبية. في تجارة أعضاء طبعا، في بلاد فيها سوق سودا لتجارة الأعضاء، وده بيتم باستغلال حاجة الفقراء للمال. أولا خلينا نعرف هو مين اللي محتاج يتنقل له عضو أساسا. هو مريض أصبح لا يستجيب للعلاجات الدوائية، وأهم الأعضاء اللي ممكن تتزرع القلب والرئتين والكبد والكلى. أيوة يا دكتور، يبقى الحرامية بيخطفوا العيال دي عشان يدوها للناس اللي عاوزين الأعضاء. الموضوع في الحقيقة شبه مستحيل، لأن جسم الإنسان مش بنتعامل معاه على إنه قطع غيار، فعلشان تنقل عضو من جسم إنسان لإنسان تاني فالموضوع معقد جدا. تعال أقولك إزاي. بافتراض إن إحنا عاوزين نزرع عضو من إنسان لإنسان تاني، فأول حاجة فصيلة الدم لازم تكون متطابقة، ومش بس كده، ده كمان المرحلة التانية بتشمل تحليل التوافق النسيجي HLA matching، وده بيحدد هل جسم المتلقي هيقبل العضو اللي هيتزرع له ولا لأ. ولو فاكر ان احنا خلصنا فاحنا ما خلصناش، لان في تالت حاجة اختبار المناعة كروس ماتشنج، وده بنشوف دم المتلقي هل في اجسام مضادة هتهاجم العضو ده اللي هيتزرع له ولا لا. برضه ما خلصناش، لان اخر مرحلة بنشوف فحوصات الكبد والكلى والقلب والامراض المعدية زي فيروس C أو B، لان كل دول لو فيهم مشكلة مش هينفع اصلا ننقل العضو. فتخيل انت منتظر فرصة هيكون فيها فصيلة الدم متطابقة وال HLA ماتشنج متطابق وتحاليل المناعة كلها متطابقة، موضوع شبه مستحيل. طيب ما ممكن يخطفوا ناس كتير ويخزنوا الأعضاء دي كلها؟ لا مستحيل، الإنسان مش قطع غيار، مش أي حاجة تناسب أي حد، لأن الأعضاء بمجرد ما تخرج من جسم الإنسان بافتراض إن هي عدت على كل الاختبارات المعقدة دي لها عمر افتراضي محدد. عندك القلب والرئتين من 4 ل6 ساعات، الكبد 12 ل16 ساعة، الكلى من 24 ل36 ساعة بالكتير. دمتم سالمين.